مما لا شك فيه أن هذا يتطلب تحضيرا ذهنيا كبيرا من المدربين للاعبين. كيف سيتعامل حسين عموتة والمنتخب الأردني مع العودة المثيرة للمنتخب الكوري في الدقائق الأخيرة؟ صحيح أنه الإمكانيات لدى المنتخب الكوري إمكانيات اللي هي كبيرة جدا وهائلة جدا، لا من ناحية يعني الذهنية ولا من ناحية يعني الفنيات، لا تقنية ولا تكتيكية ولا حتى بدنية. وهذا يمكن في كثير من المقابلات ما كيعمل الفرق، حتى الجانب يعني أول حاجة التكتيكي، التحكم والاستحواذ، نقل الكرة بالسرعة في العرض وفي الطول، وطبعا يعني الامكانيات الفنيه اللي كتخليك انك تحافظ على الكره بالشكل المطلوب، وانك تطلب خاصه يعني ما بين الخطوط وما بين اللاعبين. طبعا الجانب البدني مهم جدا وانا تكلمت يعني من قبل على هاد بعض المشاكل والاكراهات اللي هي موجوده بالنسبه لنا، لكن نحن نحاول ان يعني ان نغطيها يعني وان نخفيها، وان يعني لا تكون يعني ظاهره بالشكل المطلوب، يعني بالالتزام التكتيكي اول حاجه الجماعي. طبعا انا نتمنى اننا نوصل لهذه المرحله هذه، اننا نكون في واحد الوضع اللي هو متقدم، وان يعني نجد انفسنا في هذه اللحظه ديال الاستحواذ ديال الفريق الخصم في اخر الدقائق، لانه ما وقع امامنا في دور المجموعات ولا المنتخب الاسترالي ولا السعودي كانوا متقدمين وطبعا ارتكبوا بعض الاخطاء. نحن نشتغل على هذه الامور هذه ان شاء الله، واتمنى اننا تكون عندنا هذاك الوضع، اننا نكون متفوقين، واننا لا نحتاج سوى للدفاع على هذيك في اللحظات الاخيره حتى يعني تتسنى لنا الفرصه اننا نفوز في المقابله. لكن المجهود خاصه يكون كبير والتركيز يكون كبير، على اساس انه يجب التعب، يعني خاصنا نتعبوا خاصنا يجب ان نتعذب حتى يعني نكون قريبين يعني من التأهل للمباراة النهائية. من المصورين لو سمحتم أن تغادروا، هل يمكنكم أن تغادروا القاعة؟ شكرا. مساء الخير كابتن، يعطيك العافية. بالتأكيد مباراة مهمة غدا، ولكن في تمرين الأمس كان الجميع يتساءل عن موسى التعمري وإصابته وغيابه عن تدريب الأمس. هل موسى التعمري متواجد مع المنتخب في مباراة الغد، أم أن هناك أمر صحي طرأ على ذلك؟ شكرا. طبعا حفاظا على اللاعب، فكان عادي جدا أن يرتاح خلال تقريبا 48 ساعة، لكن كانت عنده واحد التدريب يعني استثنائية. اليوم إن شاء الله سيكون حاضر وفي التدريب، وإن شاء الله يوم الغد سيكون يعني جاهز على أساس يؤدي، لأنه اللاعب أول حاجة لاعب من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا للمجموعة، واللاعب يعني يمتلك واحد الإرادة قوية للتواجد وللدفاع على الألوان ديال المنتخب، ولهذا إن شاء الله نحن نعول عليه كثيرا أن يكون حاضر، ونعول على المجموعة كلها إن شاء الله ستكون حاضرة، لأنه لن نحتاج فقط يعني مجهودات موسى، ولكن سنحتاج يعني مجهودات يعني اللاعبين كلهم في مقابلة الغد. غياث تفنكجي، موقع التراسوت. كابتن، كما لاحظت منتخب كوريا خاض 120 دقيقة في مباراتين متتاليتين، هل ترى أن من مصلحة منتخب الأردن تمديد اللقاء لوقتين إضافيين؟ هل ستلعب على هذا الأساس كخيار آخر، خيار ثاني؟ شكرا. هو رغم يعني اللاعب يعني مرتين يعني 120 دقيقة، فتنظن أنه الكل عارف يعني اللي موجود في القاعة ولا المتتبعين عارفين القيمة ديال المنتخب، القيمة لا الفردية ولا الجماعية. طبعا في المستوى العالي أنك تلعب 90 أو 120 يعني في كثير من الأوقات لا تعني شيئا، باعتبار أنه اللاعبين المحترفين يعني بسرعة تقريبا في خلال 48 ساعة ممكن أنهم يسترجعوا الثروة البدنية ديالتهم ولا الذهنية. وحنا عارفين أنه المنتخبات ديال شرق آسيا ملتزمة ومحترفة بواحد الشكل اللي هو عالي، وبالتالي أنا لا أظن أنه ستعمل هذيك 120 دقيقة تعمل الفرق في مقابلة الغد. محمد قدري حسن، الإعلامي الرياضي الأردني.
تحية أولا للكابتن عمودة وللكابتن إبراهيم، وشكرا على ما قدمتم حتى الآن في هذه البطولة، ونتمنى أن تكتمل فرحة الأردنيين. ملايين من الأردنيين والعرب ينتظرون مباراة الغد بين الأردن وكوريا. سؤالي للكابتن إبراهيم وأيضا للكوتش عموتة، وجود منتخبين عربيين فقط هما قطر والأردن إلى أي حد يمكن أن يشكل حافز أو ضغط على المنتخب الأردني، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجماهير الأردنية المحتشدة غدا في الملعب الكبير إن شاء الله؟ مما لا شك فيه أننا نعول كثيرا على الحضور الجماهيري القوي كما يعني شاهدناه في المقابلات السابقة، وإن شاء الله يعني الوعد سيكون يعني في الملعب، وإن شاء الله يعني أتمنى أن يعني نؤدي بالشكل المطلوب وبالروح يعني الكترو والتركيز خاصة يعني حتى نتمكن يعني من مناقشة يعني جميع الجوانب الفنية ولا الذهنية ولا البدنية بالشكل المطلوب، وأن يعني أن ننتبه للجزئيات لأنه هي اللي غادي تعمل يعني كثير من الفرق في المقابلات ديال الغد. وطبعا نحن نعول على هذه المساندة يعني الجماهيرية المهمة جدا، والتي يحتاجها اللاعب والإداري والتقني ومن ذلك. السلام عليكم. زياد عطية، بلومبيرغ الشرق. كوتش، اعتماد التوقيت الفعلي الجديد شفنا كان مؤثر جدا في مباريات كأس آسيا. كمدرب هل تعتقد أنه هذا التوقيت الفعلي بإضافة يعني وقت إضافي كبير من 10 إلى 15 دقيقة قد يصل إلى شوط إضافي، هل هو ضغط ذهني وبدني على اللاعبين أم هو فرصة مثلا للمدرب لتدارك بعض ما فات في 90 دقيقة الأولى؟ وشكرا. هو طبعا هذا اتخاذ هذا القرار اللي هو تقني يعني كان لسبب واضح، هو يعني تجنب أو يعني محاولة يعني الضغط على خاصة يعني الأندية أو المنتخبات اللي كتكون يعني فائزة وتتعمد يعني تضييع يعني الوقت، يعني حتى يعني الكل ياخذ يعني الحق ديالو، وبالتالي الوقت الفعلي تنظن أنه في صالح الكرة بصفة عامة من ناحية يعني الفنية ديالها ومن ناحية الحفاظ على الحظوظ ديال جميع المنتخبات ولا الأندية، وهذا شيء يعني أنا أظن يعني طيب، ويجب أن يعني أي مدرب يحضر بالشكل المطلوب على أساس أنه ممكن يلعب 95 دقيقة كما أنه ممكن يلعب يمكن 80 أو عفوا 100 أو لا شفنا بعض المقابلات يمكن تعدت يعني البطاطا تعدى تقريبا 10 دقائق، وبالتالي يجب التحضير ويجب يعني التحضير لا البدني ولا يعني الذهني لتحمل هذه آخر الدقائق يعني والأداء يعني بالشكل الجيد. أحمد السوام من القناة الرياضية. كوتش، إلى أي مدى ستؤثر الغيابات عن منتخبنا الوطني، وهل البدلاء جاهزين لإتمام المأمورية؟ أنا تكلمت يعني فيما سبق على هذه النقطة بالضبط، يعني من الإكراهات يعني اللي واجهتنا يعني حتى في اختيار يعني القائمة، لأنه كان عندنا واحد اللبس كبير باعتبار أنه مجموعة من اللاعبين صراحة لم يكونوا حتى أساسيين في أنديتهم، وأنتم يعني عارفين يعني خاصة اللي كيلعبوا في الدوري المحلي كانت هناك بعض الإصابات، حتى بعض اللاعبين اللي كانوا تيشاركوا يعني ما كانوا تيأديوا بالشكل المطلوب، وهذه هي الإكراهات اللي كانت. لكن أنا أؤمن على أساس أنه المشاركة والذهاب بعيدا في مثل هذه البطولات تحتاج لجهود جميع اللاعبين وليس فقط يعني ال10 أو ال11 أو ال12 لاعب. طبعا أكيد أنه الغيابات ديال سالم العجالين أو ديال علي علوان صاحب المجهود الكبير غيابات اللي هي وازنة بالنسبة لنا، خاصة وأنهم دخلوا في المسابقة يعني خذوا هذاك الإيقاع ديال التباري بشكل جيد، يعني دخلوا لا ذهنيا ولا بدنيا. تنتمنى أنه يعني البدلاء أنهم يؤدوا ممكن نقول ليس 100% بنفس هاد اللاعبين، لأنهم هادو عاود خذوا واحد المستوى من التباري آخر، وعلى الأقل نكونوا قراب يعني من المستوى حتى يعني لا يتأدى الفريق من ناحية الأداء ديالو لا الدفاعي ولا الهجومي. نعم. طبعا إن شاء الله بإذن الله لو تأهل الأردن ستكون أيضا أنت من المدربين القلائل العرب اللي وصلوا للنهائي، ونتمنى ذلك حقيقة. سؤالي، قبل دخول معترك كأس آسيا كانت هناك انتقادات كثيرة للمدرب عموتة من خلال المباريات الودية، هل
اليوم عموتة يقول لكل الصحافة اللي انتقدتها أو النقاد أنه المباريات الودية تختلف عن المباريات الرسمية؟ شكرا لك أول حاجة على الدعم يعني وهذه التشجيعات. هو يعني أنا صراحة يعني وأنا يعني أطلقها يعني في كم تصريح يعني سابق. أنا لا أبالي بما يقولون يعني الناس ولا الإعلام. يمكن عندي واحد الفترة يمكن أكثر من 15 سنة وأنا لا أقرأ يعني التعليقات ولا أتابع يعني التعليقات والانتقادات. أنا أؤمن بالعمل اللي كنقوم به. الحمد لله أنه احنا اكتسبنا من الخبرة من خلال الجدية ديالنا في العمل، من خلال يعني التفاني ديالنا في العمل، أخذ القرارات الصحيحة، عدم يعني ظلم أي لاعب، إعطاء الفرصة لمن يستحق. وهذا هو الأساس أنا بالنسبة لي. هذه هي التربية ديال حسين عموتة، وبالتالي فأنا لا أبالي يعني بما يكتبون ولا يقررون ولا يقولون. ولهذا اللي ممكن يعني نأكد عليه هو أنه حقيقة الفريق، حقيقة يعني أي فريق لا يعرفه إلا المدرب الذي يدرب يعني هاد اللاعبين والمجموعة. يعني ما يقع داخل الفريق لا أحد يعرف يعني أسرار الفريق، لا الإمكانيات اللي هي موجودة، لا الفنية ولا البدنية ولا السيكولوجية ولا المشاكل اللي موجودة ولا الإصابات أو إلا يعني الطاقم اللي هو يدرب الفريق. وبالتالي لا يمكن أن نسمع الواحد اللي هو خارج يعني من هذه المجموعة أن يقرر كيفاش غادي يلعبوا ولا من سيلعب ومن له الأحقية وكيفاش غتكون التغييرات. يعني هذا غير مطلوب. وبالتالي فأنا لا أبالي، أنا كناخذ القرارات اللي هي صحيحة، اللي كنشوفها صحيحة، استنادا للتجربة اللي هي عندنا، استنادا للمجهود اللي تنقوم به أول حاجة أنا شخصيا والستاف واللي هو موجود الفريق كله. والحمد لله أنه الأمور دائما كانت يعني بالنسبة لي أنا دائما الأمور كانت يعني جيدة، رجوعا للنتائج اللي حققتها يعني في جميع المحطات اللي مريت فيها الحمد لله. يعطيك العافية كابتن حسين عموتة، كل التوفيق إن شاء الله غدا صار بين القناة الرياضية. هل تعتقد أن الحماس والقوة والتركيز يلغي في كثير من الأحيان الفوارق الفنية والبدنية للخصم؟ هذا كان نقاش بيني وبين اللاعبين في أحد يعني الجلسات يعني والاجتماعات، وهو غير صحيح باعتبار أنه اليوم في هذه المرحلة من التباري الناحية الذهنية الكل حاضر فيها. لا يوجد لاعب أو خصم ليس له عنده نفس الحماس اللي عندك ولا نفس يعني الحضور الذهني، لا من ناحية التركيز ولا من ناحية يعني القتالية ولا من ناحية يعني المجهود أو. وبالتالي يجب التركيز، وهذا يمكن هو اللي اشتغلنا فيه بعض الشيء وخلينا أنه اللاعبين يركزوا فيه، وأنه يجب أن نطور الجانب ديالنا التكتيكي. الجانب التكتيكي يجب أن نطوره، لأنه سهل أنك تكون بدنيا جاهز، سهل أنك تكون ذهنيا جاهز، لكن الأمور الفنية أصبحت هي اللي كتعمل الفرق بشكل كبير. طبعا لما كتكون يعني الأمور الفنية اللي هي التقنية والتكتيكية يعني حاضرة بالنسبة للجانبين، فهناك يعني الجانب تاهو البدني كيعمل تاهو الشغل ديالو وتيرجع تاهو يعني هذا الجانب الذهني. لكن أنا أظن أنه التطور اللي استفدنا منه واللي ركزنا فيه بشكل كبير هو التطور يعني التكتيكي، هو تيعمل يعني بشكل كبير يعني الفرق في مثل هذه المقابلات.